لم يسجد لصنم قط، لم يتحس قطرة خمر. وأما معاوية فكان يشرب الخمر حتى وهو خليفة. انتبهوا، ستقشعر أبدانكم، لكن لابد أن أقول الحقائق حتى تتكلم الناس بعلم. قال الإمام أحمد رضوان الله عليه: إذا سكت الجاهل بجهل، لأنه الجاهل ما بيتكلم، جاهل، وسكت العالم تقية، خايف الناس يبهدلوه يتهموه بأنه، فكيف يتبين الحق؟ ما في تقية في العلم. على الأقل أنا هكذا من سنتي وكذا وطريقتي، ما في عندي تقية في العلم. يغضب من يغضب، يرضى من يرضى. أكثر شيء تناقش، تعال ناقش، سب في ظهري، خلاص تحكم إيه؟ أو أحكم في حسناتك إن شاء الله، لكن في علم، في نقاش يا حبيبي. وقد روى الإمام أحمد أيها الإخوة، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه: حديث حسن. عن عبد الله بن بريدة الصحابي قال: دخلت أنا وأبي على معاوية بن أبي سفيان أي في دمشق، فأجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام فأصبنا منه، أو قال أكلنا، ثم أتينا بالشراب بالخمر فشرب معاوية، وناول أبي فقال أي أبوه: ما شربته منذ حرمه رسول الله. لا يشرب هذا، يشرب عادي، ما عنده مشكلة، يشرب. الرجل الإيمان في قلبه ضعيف جدا جدا. حتشوفوا الآن بقية الخطبة كيف غير الشريعة، كيف غير الدين هذا الرجل. مش فقط الحكم الاستبدادي، الملك العضوض، الشريعة والدين تغير يا أخي في زمان معاوية. وقال لك ليه معاوية؟ صحابي جليل، كأنه صحابي معصوم. إيه يعني صحابي جليل؟ صحابي جليل لا يكون جليلا إلا بالاستقامة. إذا عايرناه على الكتاب والسنة، على الدين يا حبيب، ما في عصمة لأحد. ما في عصمة لأحد. روى أبو داود والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ارجعوا إليه. ورواه صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير النبلاء أن المقدام ابن معدي كرب، المقدام ابن معدي كرب، وابن الأسود عمر ابن الأسود، ورجل من أسد، قبيلة أسد له صحبة صحابي، قدموا ثلاثتهم على معاوية في الشام. فقال معاوية المقدام ابن معدي كرب: توفي الحسن ابن علي عليهما السلام. وأنتم تعلمون كيف توفي الحسن طبعا. معاوية كان كتب كتابا، لأن الحسن هو الخليفة، كان بعد أبيه 6 أشهر هو الخليفة، الخليفة الراشد الخامس الحسن ابن علي، عمر بن العزيز الخليفة الراشد السادس. لكن نفس الشيء معركة، أراد أن يقاتله وأن يقاتل أهل العراق ومن معهم بجيوش أهل الشام بمن فيهم معاوية مرة أخرى، وأن يموت مئات الألوف يعني يبقى هو الخليفة. فالحسن قال: لا، لا أريد الخلافة، سأحقن دماء المسلمين. وستعلمون أنه حقن أعراضهم، لأن معاوية هتاك أعراض، سأذكر هذا الآن بالدليل. كوارث كوارث، لكن بشروط. في رأس هذه الشروط أن يجعل معاوية الخلافة بعده لمن؟ للحسن أبي محمد عليه السلام، ابن علي ابن فاطمة الزهراء عليهم السلام أجمعين. فإذا بالحسن ما شاء الله وقد اقترب الموعد يقتل بالسم، تسمه زوجته الملعونة جعدة بنت الأشعث بن قيس لعنة الله عليها. من الذي دفع لها؟ من الذي وعدها؟ وبماذا وعدها؟ اقرأوا التاريخ. وعلى فكرة مش الحسن، وعبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد مات مسموما، والأشتر في مصر مات مسموما، وكله إيه؟ بالسم. أسلوب جديد في الاغتيال. أول من شرع الاغتيال السياسي في الإسلام معاوية بن أبي سفيان. اقرأوا التاريخ تعلموا. فمعاوية فرحان، مات الحسن. فقال المقدام: توفي الحسن. فقال المقدام: إنا لله وإنا إليه راجعون. زعل الرجل، استرجع، مصيبة. فقال معاوية: أتراها مصيبة؟ زعلان أنت يعني؟ شايفها مصيبة؟ طبعا مصيبة يا معاوية، أقسم بالله حياتك مصيبة وموتك نعمة، وحياة الحسن نعمة وموته من أكبر المصائب. ندين الله بهذا، نعيش ونموت عليه يا أخي. قال: شايفها مصيبة أنت؟ أتراها مصيبة؟ قال له: كيف لا أراها؟ المقدام بن معدي كرب الصحابي الجليل: كيف لا أراها مصيبة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسن في حجره ويقول: حسن مني وحسين من علي. حسن مني، أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، شكله جسمه وصدره كله مثل النبي. ابنه، إن ابني هذا سيد وسيد شهداء وشباب أهل الجنة مع أخيه الحسين عليهم السلام، اللهم شفعهما فينا.
واحشرنا في زمرتهم بحق لا إله إلا الله. هذا هو. قال له كيف مش مصيبة؟ مصيبة طبعا. فراح بعدين إيه معاوية، التفت معاوية إيه الأسدي الصحابي، هذا صحابي من بني أسد، قال له فما تقول أنت يا أسدي؟ قال جمرة أطفئت. نافق هذا، نافق معاوية. قال له جمرة وانطفأت مع السلامة.